مساء النور البنات. اليوم جبت لكم اساور الست وهما مالحين. هما الفل نشوفهم حلوين هاد الخطره نديرهم مالحين اسيدي في الصيف هذا. المناسباتكم يعني هكذا ديروهم تحتاجوهم في رمضان ان شاء الله في مملحه وخلاص. شوفوا البنات بديت طول نهدر. قلت لكم عندي كيلة تاع فارينة، كيلو بالكوب ولا ببول هكذا كما تحبوا. نديروا لها هكذا حفرة في النص، أكيد تكون مغربلة. نديروا لها الملح، الخطرة نديروا الملح شوية بزيادة، ما نديروش كما راح نديروا نديروها حلوة. نديروا بانسي برك، دوكا نديرها راح نديرها مملحة، أكيد لازم نملحها. والملح البنات لازم يكون رطب به من بعد ما يقعرلكش العجينة تاعك، اونكو ما يذوبش ولا كما نقولوا يقعد كي تعودي تحلي في العجينة تاعك يقطعها لك. كل كيلة تاع فرينة نديروا لها نص كيلة تاع ماء. هكذا البنات نكبيت فوق الملح هذاك الماء باه يذوب، ونلمو العجينة تاعنا سهلة ماهلة. نلمو العجينة بالماء هذا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية. كانت عندي كونتيتي صغيرة ما قدرتش نعجنها، ما عرفتش. المهم البنات نتوما جربوا ثاني يبداو كيما هكذا كيما درت انايا هكذا ان شاء الله حتى 4 قرص، كما نقولوا 4 كرابع ديروا وحلوهم تعلموا فيهم. اللي تحب دير بلا باتافيلو الجاهزه دير شن هي تعذبها شويه سورتو مع السخانه هذه تنشف لي تجبديها من النيلو تاعها تنشف لك. بعد ما دلكتها شويه هذيك العجينه تاعي زدت لها ملعقه تاع سمن ذيب، ونبقى هكذا ندخل هذيك السمن في العجينه تاعي ولا زبده ذيبه ولا هكذا البنات. ندخلها نعجنها مليح حتى ترطاب العجينه تاعي. الوجه تاعها ومازال احرش، ها شوف دوك انا نقعد ندلك فيها حتى يرطب الوجه تاعها وخلاص. هكذا البنات نقسمها الى قطع كما نقولوا، نديرها كرابع هكذا. حاولوا يكونوا الكرابع صغار البنات باه من بعد ما يغلبوكمش، واللي تلقاوها ناقصه زيدوا لها. يعني هاني قلت لكم يعني عينكم هي ميزانكم. لا تحبوا توزنوهم ديروهم مثلا 30 غرام ولا 40 غرام. مهم لازم يكونوا قد بعضهم باه من بعد كي نعودوا نحلوا فيهم يجيو قد بعضهم، ماشي واحده صغيره واحده كبيره واحده. هذا ما كان ما فيها حتى سهله ماهله. كاينين يعني عده طرق، كاين اللي ديريها بالبيض وفيها فرينه وفيها الياورت الطبيعي، هذه اسهلهم ومليحه تسخف يعني. هكذا البنات نغطيوهم ونخليهم يريحوا شويه، ما بيلا كونوا نتوما وجدتوا الحشو والله. انا اللي عندي الحشو جاهز، انا ركزت لكم على العجينه البنات. بعد ما خليتها ريحت شويه هاني نجيبها لهنايا، نرش عليها شويه تاع نشا ونحلهم هكذا قرص صغيرين كما نبغاو نديروا القلاش هما العيش العربي قد هكذا بطبوط ميني بطبوط هذاك ولا هكذا برك البنات. ومن بعد كي نحطهم ثاني نحط بيناتهم النشا ونغطيهم ونخليهم يريحوا حتى نزيد نكملوا العمليه من بعد. البنات قلت لكم اللي تحب ديرها بلا باتافيلو الجاهزه ديرها شني تعذبكم شويه. ولا كي تروحوا شريو وحده تكون كيما نقولوا خدموها جديده. شوفوا دائما تاريخ الانتاج ما تدنقوش مدة الصلاحية، ما تدنقوش وقتها تموت هذيك العجينة ولا. شوفوا دايما وقتها خدموها، يعني تخدموها مثلا في هذاك الشهر برك ممكن تلقيها طرية تلقيها مليحة مش مكسرة. ولا كما نقولوا لقيتيها قديمة تلقيها ناشفة، كي تحليها تلقيها ناشفة. تخدمي الاولين كل تلقيها مكسرين. يعني هي تصلح كما نقولوا تصلح من البقلاوة عادي، تصلح المبرومة، بصح كي تجي تدوريها ديريها اساور هكذا صعيبة تتكسر لك. من الأحسن أنك ديري هكذا بقلاوة كما نقولوا عجينة في الدار. هاني درت بيناتهم النشا كما قلت لكم. ولا اللي تحب ثاني تحل بالوحدة تخاف هكذا دير ضربة كما نقولوا 4 قرص ولا 5 ولا تخاف دير بالوحدة تحلل بالوحدة. جربوا البنات جربوا ما فيها ويلو ما عندكم ما خسرتوا.
هكذا البنات نديرو الحويشي تاعهم، نبدا بالحويشي باه يلحقوا بعضهم، ومن بعد الفيديو ما باليش واش بيه، نورمالمون نعتلكم كيفاه ثاني نفضتها كامل من النشا هذاك، خاطر هذاك النشا تلقاوه الشمخ، وعاودت درتلو نشا واحد اخر، شتو كيفاه راه مشمخ البنات يعرق، دير الميديتي هذيك، درتلو نشا واحد اخر. اصلا ثاني نشا هذا ما لقيتوش مليح، لقيت فيه كرابع كرابع احرش ما هوش رطب. شفتوا البنات كي راني نركز على الحواشي هكذا باه يلحقوا كامل بعضهم. ها شتو البنات كيف راهم لاحقين بعضهم، ومن بعد تولي ديري من الداخل وتروحي. المهم في الاول ركزي على الحواشي، من بعد انا عندي هذا اسمه مطرق هذا تاع الفروطوار جديد، عطاتو لي ما كي رحت تسبالها لقيتو عندها، كنت نحيتو لها قلت لها عطيني نحتاجو، درت بيه كما يديروا هما ما عندهم هذيك الحلالة تاعهم الطويله هذيك سبيسيال اتراك سويره. شوفوا البنات انا ما رققتهاش بزاف بزاف باسكو مانيش راح نديرها حلو، حاجه حلوه كما نقولوا راح نديرها مالحه هكذاك، وهاي رقيقه. ها شوفوا البنات، تحبوا تفرقوهم كامل على بعضهم من بعد ما يلزقولكمش، تحبوا تخليو ديروا تكونوا شوي شاطرين كما نقولوا برك هكذا. لا لقيتي الحويشي مزالو خشين ولا زيدي عليهم بالحلالة. تحبوا ثاني تديروا لها من دوكا الاخر مارغرين ذايبه ولا زبده ومارغرين. ليه انا ما حبيتش ندير سمن، خاطرش كون راح ندير لاباطا فيلو الجاهزه ندير سمن، باسكو السمن يخليها تتقرمش، يخليها كما نقولوا تجي تقرمش. ولا كي لهنا هكذا كنا ندير لها السمن هكذا وهي عجين تيبس، من الاحسن ديروا لها خليط بين الزبده والمارغرين هكذا البنات. شتو كيما نبغاو نديرو المبرومه وحنا نخليو هذاك الطرف باه نديروه لداخل، نديروه القاعده اللي كيما نقولوا هي اللي تستقبل الحشو اللي نحطوه. نهزوها بشوي هكذا، نهزوها بحاجه كون تصيبوا هكذا باه ما تفزوش هذوك لي بلي اللي درناهم، ونديروا الجهه هذيك اللي سكرناها نلظوها للبلاطو هكذا باه ما تحلش، ونكملوا كامل هذو اللي درناهم الوراق كامل تاع عجينه الفيلو هذه. المهم البنات جربوا ما تخافوش ما عندكم ما خسرتوا. جربوا بالكيلة هكذا كيلة صغيرة، قبل ما ديروا حشو كما نقولوا ديريها هكذا وديري لها العسل كي تخرجيها، ديري لها الشيرة كما يقولوا هما ولا القطر، ولا ديري 2 كيلات بكيلة. قلت لكم خليوها هذاك يديروا القطر الابيض هما، انا ثاني ندير عسل الابيض نشتي نديرو خير من الاحمر. قلت لكم البنات وجربوا يعني هكذا حتى توالفوا وتتعودوا على تعودوا ما تهيبوش من هذو الحوايج كي تشوفوهم ولا ما تهيبوش. انا كنت صغيره والله غير اللي نشوفها نديرها، ليش تفزت 2 مرات 3 4 يجي نهار اللي تصلح. له اللي اللي راهم يديروا هكذا منين يا اخي تعلموا كيما احنا. اي واحد يكون ما يعرفش حاجه وكي هكذا يعود يحبها وكما نقولوا تمشي له في الدم ولا غيديرها بشوين يديرها ويعود قلت ما يتفرسن فيها. شوفوا البنات كي تعود عندكم حاشيه خشينه ولا ذيك نحوها بالموس عادي ما فيها والو، وهذيك العجينه يعودوا شمخوها كيما نقولوا بالماء ويعودوا عاجنوها وخليوها تروبوزي يعودوا حلوها كي العاده، ماشي راح تطيش والله. هكذا البنات من حين نقص باه ما تجينيش القاعده خشينه بزاف. هاي نظن الصوره راهي واضحه. ها حاجه سهله مهله وتسخف كي تعودي تخدمي هكذا حوايج في الدار بيدك متعه. ها تجي قلت لكم تصلح نسميوها عش كما عش البلبل خير من اساور الست، اساور يجيو لداخل الفراغه، هذه فيها عش فيها القاعده يعني صح وين تحطي الحشو تاعك، والعش وين نحطوا البيضات.
هكذا البنات انا كان عندي كيما نقولوا كان عندي حشوات كيما نقولوا واجدين من قبل، كيما نقولوا درت التجهيز المسبق كيما تقول منال العالم. وجدي الحشو تاعك الافونس خبيه، تبقى غير العجينه هكذا تجيك ساهله. درت شويه فيون داشي، ودرت كان عندي شويه سلق ثاني درته كليه لي بني اكل يعني بسلامته. والموتزاريلا هذيك اللي كنت خادمتها انايا في الدار، يعني كيما نقولوا من حوايجك يعني اللي في الدار برك تقدري ديري هكذا حاجه مملحات ديري، تغيري شوي اشكال تاع المملحات دائما هذوك لي شوسون الاخرين. المهم راكم على بالكم ميني بيتزا، هذو الحوايج اللي نديروهم في الصيف طول. ساعة الواحد يشتي يغير هكذا، كي يشوفوا الولاد اصلا حاجه جديده شكل جديد يشتيو ياكلوا. مع السخانه هذه دوك والله ما نقدروا نطيبوا ونكون نصيب الكوزينه ما ندخلها. شفتوا البنات حاجه سهله ماهله، كما قلت لكم نتوما شوفوا كش ما باه تهزوها حاجه هكذا ما تفسدوش هذوك لي بلي اللي درناهم، ولا الضو هذيك الجهه اللي محلوله هي اللي للضوها والخطها هكذا ما تتحلش، ولا نديرها الحاشيه تاع البلاطو ولا ما يعني ما تحلوش. نديروا لهم هذاك الخليط اللي قلت لكم تاع الزبده والمارغرين، نديروا لهم بيان يعني نشربوهم مليح مليح، وما ما يكبوا عليهم خشفتوا يكبوا عليهم البلاطو هذاك يعمروه سمن ولا، ومن بعد يصفيوهم. حنا نديروا هكذا برك. البلاطو البنات هذو لي بلاطو اللي تشروهم جدد، من الأحسن أنكم تحطوا كي تحطوا طيبوا فيهم ديروا تحتهم بلاطو واحد آخر، حتى دايما تلقاوهم على الحواشي يكونوا يسيحوا، ومن بعد يسيح لك هذاك السمن ولا الزبدة في الفور تعود الريحة تعيف دخاخين. ولا ديروا لهم بابي ألومنيوم. شفت واحد الخطرة واحد المخلوقة ربي يهديها برك، قلت لك أنا ما نغسلش البلاطو هذا خاطرش كنا غسلوه يعود يسيح. هكذا البنات نعمروهم مليح بهذا الخليط تاع السمن ولا زبدة ومارغرين، ونحطوهم يطيبوا حتى يتحمروا وحدهم من التحت ومن الفوق. شوفوا البنات كيفاه يطيبوا، ما تشعلي لها من الفوق ما والو، كي طيب من التحت كي تحمر من الفوق عارفه بلي طايبه بيان من التحت. ها شوفوا كيفاه يطيبوا يهبلوا، من الداخل يكونوا طايبين. اسمها كي تحمار وحدها من الفوق عارفيها بلي راهي دخلها طيب. فهمتوا البنات مي كي تحمر لكم من التحت وتطفيو وتعاودوا تشعلوا من الفوق الداخل ممكن راهي نيه وانتي شعلتي لها من الفوق باه تحك تدي هذيك لا كولور هذه دوغي برك. انتي خليها طيب وحدها. لهنا قلت لكم هذه الموتزاريلا اللي كنت خادمتها ثاني، دائما خلي بالكم نخدم في الدار ما نشريهاش. هذه زغبة السلق اللي قلت كانت عندي كلاها بني اكل، كل ما نطل نلقاه كلا شوي 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 حتى انا خلي لي زغبه بصحته ياكلها بالصحه. ولهنا قلت لكم عندي شويه تاع فيون داشي ثاني مخبيته، تحبوا ديروا بالدجاج الصدر تاع الدجاج، تحبوا ديروها بلي كروفيت اللي عندها، ديري واش تحبي اللي عندك، الجود من الموجود المهم ديري برك. نحكموا لهنا هذو تاوعنا الاساور هذو حطيهم كامل تبالك وعمريهم. كيما نقولك تبغي تقدميهم خلي لاخر لحظه، مثلا يجيك الضياف ولا لي كنتي في رمضان هكذا ولا اخر لحظه وساعتك روحي قلبيهم قيس ما يذوب هذاك الفرماج برك. خاطرش موتزاريلا ولا اي نوع من الفرماج هذا اللي يتكسل كامل كنت خليه من بعد يبرد يولي طبقه واحده ما يبقاش يتكسل كي يبرد. اسمع لهذيك لازم تخليه في اخر لحظه. درت انا هذوك بيبي موتزاريلا درت كراب هذوك صغيرونين باه نزين بهم من بعد. شوفوا البنات واش مليح تهبل كيما اللي يعني اللي جابوها لي خطره من فرنسا راني حكيت لكم عليها. لهنا اللي نشريوها ما تعجبنيش، ما نكذبش عليكم تعجبنيش نهائيا، لا ذوق ولا شكل تاع موتزاريلا تاع الصح. مكانش قد الحاجه اللي تخدميها بيدك، مكانش يكذب عليك اللي يقولك
حاجة نظيفة وحاجة كيما نقولوا تقريبا تشبه الأصلية، يعني 100%. ديري الحشو تاعك. درت انا بسمو، تحبي ديري ثاني فيها الاخرى صوص بيشاميل، تحبي ديري موتزاريلا تريحيها في فلاشواغ، مع تخلطي معاها الاخر لا كريم فريش هذيك اللي تكون ثقيله تاع الباط كيما نشريو حنا بطوش هذيك، ماشي الحامضه ماشي صور كريم، كاينه لا كريم فريش وهي خاصه بالطبخ وهي ثقيله، هذيك ثاني تخلطيها معاها مع كشما كيما نقولوا مع بعض هكذا، وديريها اللوط هي في القاعده، وباه ديري باه ما تجيكش الحشو ناشف، باه ما تجيكش ناشفه، ولا هذو اللي يحبوا ياكلوا الحاجه مشمخه. انا هذه الفيون داشي تاعي ما خليتهاش ناشفه كيما هذيك اللي حمصوها، هي كاين بعض الوصفات كي تحمسي الفيون داشي تجي تهبل تمدلك واحد الذوق يسخف، وانا ياي طايبه بيان شني بصح باش مش ناشفه. ليه ما جاتنيش في ناشفه؟ كثرت فيها البصله، كي تكثروا البنات البصله في الفيون داشي تاعكم، تسمى البصله تطلق الماء هذيك تاعها ما تجيكمش ناشفه. المهم انا عطيتكم هكذا والفكره، وانتم ابدعوا ديروا واش تحبوا نتوما، تحبوا ديروا صوص طوماط واش تحبوا. هاني البنات وليت دخلتها من الفرن عفوا، وكما نقولوا تحمروا ذابت هذيك الموتزاريلا برك، وها هي المملحه تاعنا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. البنات ما تنساوليش بالجيم، ديروا جيم عيشكم ما عندكم ما خسرتوا يخي، ويلو سهله مهله. هكذا البنات، نتلاقاو مرة أخرى، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.